أنا عندي 27 سنة ومتجوزة، وجوزي مغترب. مشكلتي إن أخت جوزي لسه مخطوبه، وبتمسك تليفوني كتير بتفتشه وتشيك عليه، وتقلب في الواتساب والفيس والإنستجرام وكل مكالماتي ورسايلي. ولو قلت لها لا ما تمسكيش تليفوني، بتقولي ليه هو أنت مخبيه؟ حاجوا عني في التليفون وتهددني إنها هتقول لجوزي عن حاجات ما حصلتش. قلت لها هتقبلي ده يحصل ليكي. قالت لي إن خطيبها موجود معاها وإنه جوزي مغترب، وإنه هي كده بتساعدني إني أحافظ على نفسي بغياب أخوها. حتى حماتي بتحرضها علي عشان تفضل تفتش بتليفوني حتى قبل ما تنام. كلمت جوزي وقلت له على اللي بيحصل وإنها بتفضل تقلب وتفتش بتليفوني. قال لي وإنتي ليه متضايقه؟ ده منتي ماشي عدل. وقلت له ده ما يصحش عشان في محادثات خاصة ما بيني وبينك. قال لي إنه هوا نبه عليها إنها ما تفتحش محادثتنا. عدى أسبوع وهي لسه بتقلب بتليفوني كأنها بتقلب في دولابها. عادي قمت بالليل، غيرت باسورد تلفوني، نزلت برنامج بيصور أي حدا يحاول يفتح تلفوني. ولما طلع الصبح قامت زي أي يوم تفتش بتلفوني. قامت كاتبه الباسورد القديم وتلفوني صورها وهي مش واخده بالها، وكان شكلها فظيع. شعرها منكوش، وجهها مش متغسل خالص، وقامت سالتني هو انت مغيره الباسورد؟ قلت لها اه، واديتها الباسورد الجديد وفتشت فيه وما لقيتش حاجه خالص، وما خدتش بالها من صورتها والبرنامج، وعلمت فيك اكاونت وبعثت الصور لخطيبها. قام مفركش الخطوبه وخد كل حاجته، وبقت مشغوله بمشكله وخطيبها اللي سابها، ومن ساعتها مش بتمسك تلفوني. قولوا لي هو اللي انا عملته صح؟